أهلا وسهلا بيكم في رحلة جديدة مع الأبطال. هل الأرض مسكونة بكائنات طاقية غير مرئية؟ بص يا صاحبي، في حاجات بتحصل حوالينا ملهاش تفسير. تحس كده إنك دخلت أوضة وقلب قلبك فجأة، أو حسيت بنفس حد جنبك بس مفيش ولا كائن حوالين منك. ساعات بتقول ده توهم، وساعات بنقول ده جن، وساعات نكتم الكلام ونمشيها سلامات. إنما في الحقيقة، في نظر ناس كتير الباحثين في طاقة الماورائيات، الأرض مش فاضية. لا، دي مليانة كائنات تانية بس مش بنشوفها. اللي بيتقال إن في كائنات اسمها كائنات طاقية، كائنات مش من لحم ودم، إنما من طاقة خالصة. ودي مش جن بالمفهوم الديني، دول كيانات تانية خالص، عايشين في طبقات غير مرئية حوالينا، واللي بنسميها الأبعاد الطاقية. وكل بعد منهم ليه تردد معين. يعني لو دماغك موصولة بتردد معين ممكن تحس بيهم، وناس قليلة جدا هي اللي عندها القدرة دي. يقال إن الطبقة الأولى حوالينا دي فيها كائنات بتتغذى على طاقتنا، على الزعل، على الخوف، على الحزن. وإنك لما تبقى مضغوط أو مكتئب، الطاقات دي بتكبر وبتتغذى، وساعات بتلاقي نفسك محبوس في نكد مش عارف تطلع منه، كأن في حاجة بتشفطك لتحت. وناس بتقول افرح بس انت مش قادر، يمكن لأن في طيف تاني جنبك بيحب يفضل كده. في شوية قصص بقى، ناس حكوا انهم شافوا خيالات او حسوا بكائنات بتتحرك في البيت، او يسمعوا صوت خافت، او يلاقوا حاجة اتشقلبت لوحدها. وفي تفسير مشهور عند الروحانيين إن دي مش أشباح زي ما بنقول في الأفلام، لا، دي كيانات طاقية بتظهر لما المكان يبقى مشحون بطاقة سلبية عالية. يعني بيت فيه نكد كتير أو مشاكل أو حتى عنف، ممكن يفتح بوابة لوجود الكائنات دي. وفي بعض العلماء اللي دخلوا في مجال الفيزياء الكوانتية قالوا إن في احتمالية لوجود أكوان متداخلة حوالينا، وكل كيان فيها ليه قوانينه وتردده. وكل ما التردد بتاعك يقرب من ترددهم تحس إنك بتلمسهم أو بتحس بوجودهم. وفي نظرية بتقول إن الأماكن اللي بيحصل فيها تكرار المآسي زي السجون المهجورة، أو البيوت اللي حصل فيها جرائم، أو الحتت اللي كانت فيها حروب، دي بتخزن طاقة سلبية عالية. والطاقات دي بتعمل مجال جذب للكائنات الطاقية، كأنها قاعدة هناك ومستنية حد يدخل علشان تلتصق بيه. تفتكر بقى، انت حسيت قبل كده انك مش لوحدك؟ مش بس بالوحدة، لا، احساس ان في حاجة حواليك. ممكن تكون حسيت وممكن تكون كنت مراقب. دلوقتي بقى نخش على الجد. مش بس الكائنات الطاقية دي موجودة حوالينا، لا، في ناس بتقول إنهم بيتدخلوا فعلا في حياتنا اليومية، في مشاعرنا، في قراراتنا، وفي المصايب اللي بتحصل لنا فجأة من غير سبب واضح. في نوع من الكائنات دي اسمه عند بعض الروحانيين المتطفلين الطاقيين. دول مش بيجوا يضروا لمجرد الضرر، لكن بيتغذوا على طاقة معينة، زي طاقة الخوف أو طاقة الإحباط أو حتى طاقة الغضب. تفتكر ليه ساعات بيكون يومك ماشي حلو وفجأة حاجة تافهة جدا تعصبك بشكل مش طبيعي، أو تلاقي نفسك دخلت في خناقة من غير سبب مع أي حد؟ في ناس بتقول إن الكائنات دي بتلعب على الترددات اللي بتطلع منك. كل ما بقيت أنت متوتر، كل ما كنت صيد سهل. وزي ما قلنا قبل كده، الطاقات دي مش بتتدخل عن طريق القوة، لا، ده كله بيحصل بطريقة ناعمة جدا. تحس إن في حاجة بتوسوس لك، بتحبطك، وكمان بتهبطك. وفي ناس وصلوا لحالات اكتئاب حادة وما لقوش تفسير ليها، ولما عملوا جلسات تنظيف طاقي فجأة ارتاحوا. ولو فاكر إن دي تخاريف، في بعض علماء النفس الميتافيزيقيين قالوا إن الإنسان مش لوحده في كيانه.
في طبقات داخلية من الوعي، بعضها مفتوح للطاقة الخارجية، وبيحصل تدخل ساعات من غير ما نحس. يعني ممكن شخص من غير ما يعرف يكون مفتوح طاقيا وبيسحب منه كيان طاقي معين من طاقته الحيوية، وساعتها حتى الدكاترة ما يقدروش يفهموا ليه حالته بتتدهور. في كمان حاجة غريبة، في أماكن معينة في العالم مشهورة بظهور الكيانات دي، زي مثلا مناطق الزلازل القديمة أو الجبال المهجورة أو حتى بيوت مهجورة لسنين. الحتت دي فيها تشققات طاقية كأنها بوابات صغيرة بيتسللوا منها، وساعات بنسميها نقاط ضعف في الحاجب الطاقي للأرض. الناس اللي بتشتغل في جلسات أو العلاج بالطاقة بيحكوا إنهم شافوا كائنات ملهاش ملامح، خيالات بتقف ورا أشخاص المتعالج، وأول ما يتنظف طاقيا الكائنات دي بتختفي أو بتجري. تخيل إن كل ده بيحصل وإحنا مش واخدين بالنا. وفي نقطة مرعبة شوية، في حالات نادرة بيتقال إن فيها ارتباطات بتتكون بين الكائنات دي وبعض الأشخاص، ارتباط بيطول لسنين، لدرجة إن الشخص بيحس إن في حاجة بتصاحبه دايما، في الكوابيس، في الوحدة، حتى في الأزمات، وبيقنع نفسه إن دي لعنة أو سوء حظ، وهو طبعا مش فاهم إن في كيان ملازم له طاقيا من سنين. بس السؤال هنا، هل هم أشرار؟ هل هم دايما بيؤذونا؟ ولا في منهم أنواع تانية ممكن تكون بتحاول تساعدنا؟ هو ده اللي هنفتحه حالا وهنشرحه لحضراتكم. بص بقى، احنا طول الوقت بنمشي على أرض ما نعرفش ايه اللي تحتها، ولا حتى ايه اللي حوالينا في الهواء. احنا فاكرين اننا لوحدنا، بس الحقيقة ان الأرض دي مش ساكنها البشر بس، في حاجات حوالينا طاقية غير مرئية، بس وجودها حقيقي أكتر من ناس كتير حوالينا. تعال نبدأ بمشاهد غريبة حصلت في العالم كله. ناس كانت عايشة حياتها عادي وفجأة حسوا إن في حاجة بتراقبهم، مش إنسان، مش حيوان، حاجة تانية. واحدة حكت إنها كانت قاعدة لوحدها في أوضتها وبتحس فجأة إن في نفس سخن على رقبتها. بترجع تبص ما تلاقيش حد. اتكررت الحكاية وبدأت تحس إن في كيان واقف وراها، بس مش بيبان. جابت شيوخ، جابت أطباء، الكل قال مفيش حاجة، بس هي كانت بتتآكل من جوه. وفي كمان طفل صغير في قرية في المغرب، كان كل ما يدخل أوضة معينة في البيت يعيط ويصرخ ويقول الراجل واقف في الضلمة. البيت كان فاضي، لكن لما جابوا حد يقرأ قرآن النور قطع، والحي كله سمع صوت صريخ جاي من الأوضة. وبعدها الطفل اتنقل يعيش عند خاله ورفض يدخل البيت ده تاني. البيت ده فضل مهجور لحد النهاردة. في دكاترة نفسيين بيقولوا إن كل ده هلاوس، بس لما تلاقي 50 حالة متشابهة في 5 بلاد مختلفة في نفس التوقيت الزمني، يبقى في حاجة غلط، في نظام مخفي بيشتغل. الموضوع مش رعب بس، لا، ده علم طاقي. في مراكز طاقية على كوكب الأرض بتكون نقاط تجمع للكائنات دي، أماكن زي وادي الجن في السعودية أو الغابات السوداء في ألمانيا، أو حتى أماكن أثرية في مصر زي الكهوف اللي جنب جبل الدكرور في سيوة. كل الأماكن دي بيحصل فيها ظواهر ملهاش تفسير، ناس بتتخطف، ناس بتتغير نفسيتهم، ناس بترجع من هناك بشخصية تانية. المخابرات العالمية كانت عاملة ملفات سرية بيتقال عليها ملفات الظل، بتحكي عن تجارب حصلت لجنود في مناطق حربية لقوا فيها أجسام شفافة بتمشي بسرعة غريبة، وكانت بتكسر إلكترونيات المعدات، وبيتحللوا نفسيا بعد كده ويقولوا الكيان ده مش من الأرض، بس كان واقف قدامي وبصلي في عيني وأنا متجمد أمامه. تعال نبص على فكرة إن الكائنات دي مش مؤذية كلها. بعض الطاقات ممكن تكون مرشدة، بتظهر بس للناس اللي طاقتها عالية أو عندهم حس روحاني قوي.
زي الستات اللي بتقول إنها شافت الحلم بكائن نوراني بيقول لها على اسم دواء، وطلع فعلا هو اللي شفاها. طب مين الكائن ده؟ ومين اللي بعت الرسالة؟ هل الأرض فعلا مشتركة؟ يعني فيها بشر بيعيشوا في جميع أنحاء العالم؟ في كائنات طاقية بتعيش في بعد تاني جوه نفس المساحة، بس إحنا مش شايفينهم، مش لأنهم مش موجودين، لكن لأن إدراكنا محدود. زي ما التلفزيون القديم مش بيجيب قنوات ال HD، إحنا مش بنعرف نستقبل غير تردد واحد برضه. والمصيبة إن بعض الناس بيقدروا يفتحوا البوابات دي، مش صدفة، بس عن طريق الطقوس أو الصدمات النفسية الشديدة أو التأمل العميق لسنين. وساعتها هم مش بيشوفوا، هم بيتشافوا ليهم، والكائنات دي بتبدأ تلاحظهم، وده بيكون بداية التغيير. والتغيير ده مش دايما خير. في ناس طلعوا من التجربة بنور وهدوء، وناس تانية رجعوا سوداويين متشائمين بيميلوا للعنف، كأنهم مش هما، كأن كيان تاني ركب على روحهم. يبقى السؤال اللي لازم نواجهه بكل جدية: هل الأرض فعلا أرضنا لوحدنا، ولا إحنا ضيوف في كوكب مسكون بطاقات وكيانات وأسرار؟ مفيش حد مستعد يشوفها كلها مرة واحدة، بس اللي بيشوف عمره ما بيرجع زي ما كان. سلام.